السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل الغريبة، أصغر حاجة في النواعم بس محيرة ناس كتير ومش دايما بتبقى مظبوطة. دايما بتفرش كده أو بتكون مشققة. مقادير الغريبة سهلة جدا، بس هي فيها شوية تكات كده لو اتبعناها هتطلع معاكي زي بتاعة أغلى المحلات. وهضيف كمان مكون هيفرق في طعمها كتير. يلا مع بعض نشوف مقاديرنا ايه. معايا هنا 2 كوب من الدقيق وكوب من السمنة ونص كوب من السكر. هي دي المقادير الأساسية بتاعة الغريبة. أنا مش بعاير بالجرامات، أنا بعاير بالكوباية العادية. تقدروا تستخدموا كوباية أكبر من كده أو أصغر من كده، بس أهم حاجة الكوباية اللي هتعايروا بيها الدقيق هي السمنة، هي السكر، عشان تبقى المقادير طالعة مظبوطة. وهضيف معاها ذرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. والمكون اللي بيخلي طعم الغريبة حلو جدا هو اللبن البودرة. هحط معلقة كبيرة من اللبن البودرة. أول حاجة هبدأها هضيف السمنة الساقعة، وهضيف كمان ليها السكر البودرة. والسكر كمان لازم يكون مطحون كويس، والأفضل بالنسبة لي تشتروا سكر مطحون جاهز، لأن من أسباب فشل الغريبة السكر بيبقى مش مطحون كويس، بتفرش على طول معانا في الصينية. الافضل كمان تضربوا السمنه والسكر في مضرب كهربائي، بس انا كان عندي مشكله في المضرب فعملت بالعجان. ودلوقتي ضفت الملح والفانيليا ولبن البودره وكمان الدقيق، وهعجنهم مع بعض كده. هلم العجينه، مش هعجن كتير. هنا مش بعجن كتير، انا بلم العجينه بس. وبعدين لو حسيت العجينه مش متماسكه بحطها شويه في التلاجة وبعدين بخرجها عشان تبقى سهله معايا في التشكيل. وده شكلها بعد ما حطيتها في التلاجة شويه تماسكت معايا. هجيب صينية وأبدأ أشكل فيها. بعد ما شكلت الغريبة بدأت أزينها. أول حاجة حطيت اللولي، ده الشكل التقليدي اللي معروف بالغريبة. وبعدين حطيت في الشكل التاني لوز، والشكل الأخير ده أنا حطيت كريز. أنا بحب الكريز جدا في التزيين، تقريبا بحطه في معظم الحاجات اللي بعملها. بالنسبة للتسوية المظبوطة للغريبة، أول حاجة بتكون الفرن سخنة، وبعدين بحطها في الرف اللي هو فوق الوسط بدرجة، على درجة حرارة 160. مش هتاخد وقت كتير في الفرن، هي تقريبا 10 دقايق بالظبط وهتكون استوت، مش اكتر من كده.